دي الشنطه بس عادي مش مشكله اصلا، ما فيهاش فلوس ولا فيها ذهب ولا اي حاجه. ذهبي الحمد لله معايا. يا استاذه يا استاذ انت هتسيبيه يمشي كده؟ ده سرق الشنطه. لا ما انا كده كده الشنطه ما فيهاش ولا تليفون ولا فيها فلوس ولا اي حاجه، فعادي مش مشكله. ازاي يعني يا استاذه؟ ما لو كل حد اتسرق منه حاجه وقال مش مشكله يبقى نستاهل اللي بيحصل لنا بقى بصراحه. يا عم بقول لك الشنطه فاضيه ما فيهاش اي حاجه. يا استاذه بقول لك ايه، انا معايا المكنه، اركبوا ورايا نلحقه على الاقل حتى نعمل محضر عشان ما يعملش مع غيرك كده. يلا بس يا استاذه ما فيش وقت، يلا اركبي. انا اصلا ما رضيتش اجري وراها عشان برافو عليك يا احمد، وديتها في المكان الصح. انا قابلك بقى. هو ده مكانه؟ ايوه يا استاذه انزلي. طب انت هتخش له وانا هخش له ولا ايه؟ مش فاهمه. ولا انت هتخشي ولا انا هدخل. يلا بقى شطره من سكاك كده ومن غير صوت. اقلعي الدهب اللي في ايدك ده زي الشطره. دهب؟ ايوه الدهب يا بنتي. بنت. من الاول اللي انت عايز الدهب بدل ما كنا جينا الموضوع ده كله جيت لي سكه ودغري. طب على فكره انجز. الدهب ده كله دهب صيني، يعني ولا هينفعك ولا هيلزمك اصلا. صيني؟ اهو. بس بقول لك ايه؟ عجبتني والله. ايه ده انا؟ ايوه شكلك راجل كده وجدع. وايه اللي عجبك فيا عاجبني. تاني؟ برافو عليك يا دي يا احمد. يوه ما تنجز يا عم احمد، تقعد كل شويه تقضيها كلام في كلام. ولا اخش انا؟ اخش انا. بقول لك ايه؟ ما عندكش كده مكان استريح فيه؟ بس انا بصراحه وحيده وماليش حد ولا عندي بيت ان انا اقعد فيه. يعني انت مالكيش حد خالص؟ خالص، وتعبت من المشي والله. بس كده عينيا طبعا، ده موجود بدل المكان 2 و3 و4. انا عارفه برضو ان انت قدها وقدود وهتعرف تتصرف. ده انت كده في حمايتي. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالي هنا دلوقتي خليكي انا هروح الواد الحرامي طيب جاي. ماشي. تعالى تعالى بس هفهمك. امال ايه؟ ما خلصتش الدنيا، ما خدتش الدهب اللي معاها ولا عليها صيغه عيال قد كده. يا عم اسكت، ده طلع كله دهب فالص والله ودهب صيني. فالصو؟ يعني الجري ده كله في الاخر فالصو؟ المهم انت تخلع دلوقتي من هنا، حتى الشنطه اللي معاك دي الجبنه اديها لها، ده بتقول ما فيهاش اي حاجه. انت مش ملاحظ ان سابتها بسهوله؟ محمد مش عايزين نخش في حوارات، لو تلاقيها بقى عملت محضر وسين وجين مش ناقصين احنا وش. هات الشنطه دي كده واخلع من هنا وانا هخلعها من هنا، همشيها من المنطقه وشك خالص. شغل. يا عم اخلع بس دلوقتي. اخلع. حرام يا نصاب. ماشي تعالى تعالى، استحمل بقى اللي هيجرالك. انت اللي جبته لنفسك. بقول لك ايه، انا جبت لك الشنطه منه انا مش عارفه ومشيته. بصراحه اشكرك ازاي. بس بلاش بقى حوار المحضر ده والجو ده عشان شكل حضرتك مالكيش في البهدله يعني. فعلا والله عندك حق، انا مش بتاعت المشاكل وخلاص. اللي الشنطه رجعت لي هعمل محضر ليه بقى؟ طيب تمام. كنت بتقولي انت بقى عايزه مكان صح؟ ايوه عندك بقى المكان ولا ايه؟ تعالي، ده انا قلت لك بدل المكان 2 و3. طب استنى يلا. بس اجيب المفتاح. ايه ده؟ طب والمكنه؟ ما تقلقيش، تعالي بس معايا يلا. المكان قريب يعني؟ تعالي ده الاوضه هتعجبك قوي. بس المنطقه دي كده شكلها فاضيه ومش كويسه. مش كويسه يا استاذ، عيب عليك، انت في منطقتي. وبعدين ده انت من حسن حظك الاوضه دي السيد الولد كان عارضها للايجار، بس من نصيبك لا بقى. مش مشكله. كفايه وقفتك جنبي، مش عارفه اشكرك ازاي والله. انت لسه شفت حاجه يا استاذ؟ ايه ده؟ السلام عليكم. عليكم يا استاذ السلام. احمد بتعمل ايه؟ ده انا بفتح الاوضه اللي الاستاذه هتاجرها. يا ابوك اجرها امبارح. اجرها امبارح؟ ايوه. عشان كده الباب مش عايز يفتح. طب لا. ماشي يا استاذ بس عماد. حاجة؟ شكرا. يا نهار اسود. طب والحل؟ بس ما هفضل تقلقيش. برضه في الشارع تاني؟ ده انت كده بنت حلال وتستاهلي. هوديك مكان احسن منه. تعال يلا تعال. تعال يا استاذ، ادخلي ما تقلقيش. ده بيت مين ده؟ ده بيت انا ده بقى. في كل حاجه مش عايزه اتقل موجوده. عليك هنا. يا استاذه اتقلي بس، اتقلي انت بس ومالكيش دعوه. بعدين برضه ما ينفعش انا وانت نقعد في بيت واحد. يا استاذه بصي، انا قاعد هنا لوحدي والبيت مفروش وفيه بدل الاوضه 2 و3. طب بقول لك ايه؟ إيه؟ انا جعانه قوي، عندك اكل؟ عندي اكل للاسف، انا قاعد لوحدي وطبعا بقى اكل كله من بره. ما انا جعان. ما تقلقيش، هروح حالا اجيب لك اكل. طيب ماشي. عايزك تاخد راحتك على الاخر في المكان. خلاص ماشي. تمام؟ ماشي. ماشي مش هتاخر.
ما قلتليش اسمك ايه؟ احمد. ماشي، وانا ياسمين. ماشي يا ياسمين، فعلا اسم على مسمى ياسمين. متأخرش بقى على الاكل؟ انا اقدر اتاخر برضه على ياسمينة؟ جبت لنفسك، استحمل بقى. عاملين عليا رباطية. ماشي. كل دول هنا طبعا السرقة يا حراميين. والله لا شفطك وخليك على الحديدة. اصبر بس. كمان دهب، كمان دهب. حلو كده كده اتعشت رضا. ايه ده؟ انا بتوجع دي. من حظي ومن نصيبي برضه يا ولد الحرام. كل ده في البيت مش حرام؟ ما انا اولى بيهم برضه. انت راجل هتعمل بيهم ايه؟ ده انا محتاجه ان انا اشيل حاجات كتير قوي. اهلي اولى. احطهم في الشنطه وامشي. لازم امشي من هنا بسرعه. الو يا بنت ياسمين، عملتي ايه؟ بتقول ايه؟ طب بصي، طيب انا مستنيك على الكافيه، يلا بسرعه. ايه ده؟ هي سايب الباب مفتوح ليه؟ هي مالها دي؟ يا ياسمين، يا ياسمينة، طلعت فوق. مش فوق. دي فين؟ دخلت جوه، دي شوفها. ايه ده؟ دي مش هنا. يا نهار اسود. الدهب يا بنت الحرامية، يعني كانت بتنصب عليا ولا بتني؟ لما الحرامية بنت الكلب. ياسمين عودتي لي كده. معلش، ما انا روحت البيت الاول. انا خبيت كل حاجه هناك لان ما كانش ينفع اجي لك بيها هنا اهو. برافو عليك. انا كنت برضه اتصل بيك واقول لك اعملي كده. طب اقول لك ايه، يلا بسرعه يكون حد مراقبنا. تشربوا ايه؟ لا العفو يا باشا، احنا شكرا. هنبقى نيجي وقت تاني. تاني ان شاء الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك ايه لو سمحت، ايوه. هي مين دول؟ ده استاذ محمد واللي معاه دي المدام بتاعته. المدام؟ اه دي المدام بتاع عم محمد؟ ايوه دي المدام بتاعته. ده لسه كاتب الكتاب عليها من قريب يعني، وكان عازمنا ورحنا الفرح يعني انا والجماعه اللي هنا يعني. ماشي شكرا. هات لي شاي لو سمحت. ماشي. البنت دي ظروفها ايه؟ هي شمال؟ من يومين كانت مع احمد ودلوقتي متجوزه واحد اسمه محمد. ظروفها ايه البنت دي؟ ايه يا عماد، انت فين؟ على الكافيه؟ طب خلاص انا جاي لك، ما تتحركش من عندك. ماشي، سلام. ايه يا عماد؟ ايه يا احمد؟ بقول لك انت ايه، عايزني؟ شفت البنت اللي كانت معايا اللي كنت هأجر لها الأوضة؟ ايوه. لما انت قلت الأوضة اتأجرت، أيوة. البنت قعدت تقول لي ده انا مش لاقية مكان وماليش مكان وهبات في الشارع، صعبت عليا، قلت اعمل ثواب يا عماد، ثواب. فخدتها عندي البيت، وبنت الكلب طلعت حرامية وقلبتني يا عماد. مش عارف اعمل ايه، مش عارف. انا ما دخلتش بقى في المنطقة، ما عدتش من عليك اي حاجة. طب ما ترن على محمد صاحبك. مع ان محمد صعب ماله؟ محمد صعب يعرفها منين ولا هيجيبها منين اصلا يا عماد؟ يا عم ده محمد، ده مراته. نعم. انا لسه حتى السائل بتاع الكافيه قال لي ده مراته. انت متأكد بالكلام ده؟ ده كانوا لسه قاعدين هنا على الكافيه.
طب عماد انا عايزك معايا، يلا قوم معايا حالا. قوم مفيش وقت. ايه يا احمد؟ قوم تعالى. بص والله برافو عليك يا بنت ياسمين. لا شويه شوف الدهب قد ايه؟ تسلمي. شوف الدهب دلوقتي بقى عامل كام؟ لا انت يا محمد اسمع منك. استنى يا عم احمد فهمني، تسحبني وراك كده ليه زي البهيمه؟ يا عم عماد الموضوع طويل، بس كل اللي حواره وما فيه ان محمد جايب البت دي كده تعمل ايه عشان توقعني وتاخد كل اللي حيلتي يا عم عماد. انت قلت لي. طب بقول لك ايه، انت ومحمد اصحاب تستفروا مع بعض يا حبيبي. سلام يا عماد. ماليش دعوه انا بالحوار ده. يا عماد هتبيعني؟ لا وانا مش هسيب محمد. عفارة استنى في ايه؟ مين؟ انا احمد يا محمد. خش جوه بسرعه، خش بسرعه. طيب ماشي طيب ماشي. هات الخواتم دي. يلا بسرعه. خش الحقني يا محمد الحقني. ايه بس في ايه؟ السرقة شفت البنت سرقت بتاع الصبح؟ ايوه شفتها. البنت دي قلبتني، طلعت حرامية ونصاب. بس انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ بس انا مش سهل برضه. صورتها. صورتها؟ صورتها وهي داخله عندك يا صاحبي، وبعدين مش تقول ان انت اتجوزت، كنت اجي ابارك لك واعمل الواجب. واجب ايه؟ بقول لك ايه، البت دي ادام سرقتك يبقى جايه تنصب عليا انا كمان. الله دي اخرتها يا محمد؟ بتبيعني وتسلمني ليه؟ طب والله ما هتطول مني ولا ابيض ولا اسود، ولا الفلوس ولا الذهب. خلاص انت تخش عليها دلوقتي ياخد حاجتك، وانا هقفلك هنا صاحبي لحد يقطع علينا. طيب تمام. الواد ده بالسهل، لا هقف ولا هعمل، انا هخلع. ياسمين انا كنت عامل حسابي. بقول لك ايه، انا كنت سايبك تخلعي وانا مستنيكي هنا. لا والله انت فاكر ان انت كده اهو بتضحك حاجه عليا، ولا هتطول مني ولا ابيض ولا اسود؟ ليه بس كده؟ وش اهو انت وشك اهو. سلام يا حالتي. بنت اللذينه. هي راحت فين؟ راحت فين؟